السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بهذه الوصفة الرائعة، جات من أروع ما يكون، خبيزات محشيين بعجينة قطنية بحشو رائع. ننصحكم تحضروها لكم وخصوصا للأطفال اللي راهم على أبواب الاختبارات، مليح هكذا نحضروا لهم حاجة خفيفة نفرحوهم بها وتكون كدعم نفسي لهم. فضلا وليس أمرا، نتمنى تشوفوا لا فيديو من أول دقيقة لآخر دقيقة هكذا باش تعاونوني باش يطلع لي لا فيديو. بالنسبة للحشوة تاعنا ديري واش يكون عندك متوفر في المنزل. أنا كان عندي هنا كويس تاع دجاج، نحيتلو العظم تاعو، يعني ديزوسيتوه، فتحته مليح وتبلته هنايا كمون فلفل كحل تابل دجاج موتارد. عندك شوية توم تبليه مليح، الملح شوية زيت تبليه وقطعيه كيما راك تشوفي معايا في الصورة. نحطه في مقلاة مع ملعقتين من الزيت ونخلوه يطيب على نار هادئة. بعد ذلك نروح نحضروا العجينة ديالنا. هنايا في ريسيبيون عندنا كاس حليب دافي، عندنا ايضا بو تاع ياغورت ناتور اللي تقدروا تعوضوها باللبن بالرايب ولا بالحليب واش يكون عندكم. نمزجوا مليح المكونات، نضيفوا ملعقة من السكر، تقدري ايضا تضيفي ملعقة ولا ملعقتين من الخل اذا كان عندك هنا ملعقة من الخميرة، خميرة الخبز ما تكونش معمرة مليح، الجو راه دافي شوية. عندك ملعقتين من الزيت، عندك هنايا بياض بيضاء وصفر البيضاء نخلوه باش ندهنوا به الخبيزة تاعنا من الفوق. نمزج المكونات ونضيف الكاس تاع الفارينة تاعنا الاول. بعد ذلك نضيف ملعقة من الخميرة تاع الكاطو، ملعقة من الملح ونمزج مليح المكونات. نزيد ايضا بعد ذلك نضيف الكاس الثاني تاع الفارينة، بدات لي حوالي 3 كيسان والزيادة، ويعني على حسب نوعية الفارينة ديالك. ليسونسيال حتى تحصلي على عجينة تكون تتلاصق شوية ما تكونش شادة روحها مليح، لانه اذا نشفتيها مليح ما راحش تجيك خفيفة. هنايا نحي العجينة تاعي نحطها فوق لو برو دو طرافاي ونحاول ندخل لها ملعقة من الزبدة الطرية. هذه الخطوة صدقيني راح تمدلها خفة وهشاشة رائعة للعجينة ديالك. أنا نستعملها في جميع المخبوزات. ندهن الغيسيبيون تاعي بشوية زيت ونغطيها بابي فيلم ونخليها ترتاح. بعد ذلك نروح نشوف الدجاج تاعي اللي شوفوا كيما طاب، شوفوا طاب روعة. نجيب حبة بصل نقطعها شرائح ونطيبها في نفس المقلاة اللي طيبت فيها الدجاج ديالي اللي راح يطلق، راح تدي البنة تاع الدجاج هذاك. ايضا كنت حضرت شويه بطاطا، نتوما تحبوا تقلوها، انا درتها في الفرن، ننصحكم باش ديروها في الفرن. نقصوا شويه من الزيوت كما كالعاده، نشفتها ودرتها في بلا كما راكم تشوفوا، درت لها 2 مغارف زيت ودرتها في المقلاة الهوائيه. تقدروا ديروها في فور عادي، شعلها من تحت ومن الفوق حتى طيب. شوفوا البصل تاعنا كيفاش تكرمل. حنا نروح للعجينه تاعي كما راكم تشوفوا حوالي 4 ساعة خمرت معايا، ولات خفيفة هايلة كما راكم تشوفوا في الصورة، الملمس تاعها راه يعبر. هنايا كنت عاودت خدمتها شوية وقسمتها، انا جاتني هنا حوالي 10 خبزات، يعني نتوما كيما تحبوا على حسب الحجم اللي تفضلوا نتوما، يعني وجاو خبيزات ما شاء الله تاكلي وحدة تشبعي. هنايا كنت بوليتهم كما راكم تشوفوا هنايا وسقمتهم وخليتهم يرتاحوا. بعد ذلك انا هنايا كنت شكلت الخبيزات تاعي كنت جبت غرفيه ولا مخفيه اللي تاع الشوربه. نجيب هنا العجينه تاعي كما راكم تشوفوا نحلها مليح. هنايا كنت استخدمت البول تاع الشوربه هدايا باش نشكل الخبيزات ويجوش بالشكل تاعهم، يجي متحوف ويجي شباب. هنايا كنت في القاعده درت شويه فخوماج رابي، درت هنايا فخوماج سلايس تاني. من بعد ذلك حطيت هذاك الحشو تاعي، نتيا ديري واش يكون عندك، صدر دجاج ولا كيما فيونداشي كيما تحبي. هذاك البصل المكرمل، درت هنا شرائح تاع البطاطا وغلقت على الخبيزات تاعي كيما راك تشوفي، وكملت جميع الكميه بها كيما راك تشوفوا. هنا حاني للامانه هذا الحشو دار لي 6 خبزات و4 خبزات درتهم هكذاك فارغين، ثاني جاو هايلين، تقدري تفتحيهم وتحشيهم بها تحبي كيما راك تشوفي. هنايا زدت الخبزة الثانية.
نواصلوا حتى نكملوا جميع الكمية ديالنا. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ذلك ندهنوهم بصفار البيض من الفوق ونرشوهم بوش يكون عندك تحبي ججلان. انا هنا درت لهم من الفوق بذور الشيا، خليتهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق ولا، ودرتهم يطيبوا في الفرن. كانت هذه هي النتيجة لوصفتنا تاع نهار اليوم. نتمنى تجربيها وتفرحي بها العائلة تاعك، خصوصا الأطفال. مليح تمدي لهم حاجة خفيفة يحبوها وزيد اقتصادية وحاجة نقية صحية بمكونات يعني من المنزل. في الأخير وش نقول لكم أخواتي، إذا عجبتكم الوصفة عجبكم المحتوى خلوا لي جيم وخلوا لي رايكم في الكومنتار، وخلوا لي اقتراحاتكم أيضا، وش ما تنساوش شاركوها مع أصدقائكم باش تعم الفائدة. واللي ما داير المشاركة يدير مشاركة ويفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.